تعرف ان فضلات الطيور ممكن تخسرك على الاقل 15% من قيمه عربيتك؟ انا محمد زيدان هكلمكم النهارده عن مشكله فضلات الطيور وهوضح لحضرتك ازاي نتعامل معاها. فضلات الطيور فيها نسبه عاليه من حمض اليوريك اسيد، وده تاثيره قريب جدا من تاثير ميه النار. لو اتثابت على دهان عربيتك واتاخرت في تنظيفها، ده للاسف هيسبب حرق في الدهان، وبنسبه كبيره مش هيكون ليه اي حل. اول مشكله انها تخلي شكل عربيتك سيء جدا، وده لان اغلبها بيحصل على سطحيات عربيتك زي الكبوت والرفارف. يعني المشكله هتفضل قدام عينك وشايفها طول الوقت، وللاسف ده هيزعل اكتر عشاق الغوامق. تاني مشكله ان التشققات اللي بتسببها في الدهان بتكون واصله للمعدن. طبعا ده مع الغسيل والامطار وحتى الرطوبه اللي عربياتنا كلها بتتعرض ليها، الميه هترسب فيها وتتبخر، والاملاح اللي موجوده فيها تعمل صدى في الصاج. اخر حاجه انها لو وصلت للشكل ده وحبيت تحل المشكله، للاسف مش هيكون ليها اي حل غير الرش. طب ازاي نتعامل معاها؟ الموضوع هيسوء اكتر لو عربيتك بتتعرض مده طويله للشمس. السخونيه هتسرع التفاعل وهتخلي الحمض اللي موجود فيها يوصل اسرع للمعدن، والاهم من انك تلحقها انك ازاي تنظفها صح. يعني ما ينفعش تعمل عليها اي احتكاك باي وسيله خشنه زي الفوطه الزفره مثلا، لان ده هيشيل السطح بس منها، وكمان هيعمل خدوش كتير مكانها. فانت كده ما حلتش المشكله، انت كمان عملت مشكله تانية. هقول لك الحل الصح، انك تدوبها بمنظف جاف او ميه، رش عليها، ده هيفككها ويدوبها ويقلل الاحتكاك وانت بتمسحها. ولو عايز تتجنب كل ده، اعمل حمايه لعربيتك وخليها دايما في احسن حال. Nano for life. It's more protection.